النادي الاهلي بيفوز عليهم ب 2-0، مباراه من ريحه الجيل الذهبي من جيل ابو تريكه، الشباب الصغير اللي ما حضرش جيل ابو تريكه وبركات ومستر مانويل جوزيه. اهو ماتش امبارح ده حاجه كده زيه، كنا بنبقى قاعدين على الكرسي كده نتفرج على الماتش عادي. اهو ماتش امبارح ده كنا احنا بنبقى قاعدين متفرجين كده، اعصابنا هاديه وبنتفرج على الماتش وعارفين الجون جاي وعارفين ان احنا هنكسب والاداء حلو والدنيا حلوه وكله حلو، واخد بالك؟ فالماتش ده بصراحه فكرني بريحه جيل الحبايب ده، لان امبارح مش مجرد انت كسبت انبي ب 2-0 في اول تلت ساعه والماتش انتهى على كده، لا الماتش فيه تفاصيل كتير. اولها ان انت ايام مستر المانويل جوزيه كان نفس القصه كده، اللي هو الفريق عامل زي العربيه اللي في الضمان، اي جزء بيعطل بتشيل الجزء ده وتحط مكانه شغال واصلي وكله زي الفل. الشناوي بيغيب بيلعب علي لطفي مفيش مشكله، علي لطفي بيتصاب بيطلع ينزل مصطفى شوبير عادي مفيش مشكله، الدنيا ماشيه. بتشيل كهربا بتحط محمد شريف، بتشيل حسين الشحات بتحط احمد عبد القادر، هنرجع تاني لاحمد عبد القادر، واخد بالك؟ بس كده النتائج ماشيه والفرقه ماشيه. بتطلع بيرستا وبتنزل طاهر، بتطلع حمدي بتنزل كندوسي، الدنيا ماشيه. تطلع مروان عطيه تنزل سوليه، اللي هو ايه، في تشيل قطعه تحط قطعه عادي مش حاسس بفرق. الاداء هو المطلوب بيتحقق. نبدا بس بالسلبيه الوحيده عشان بعد كده نخش في حاجات كتير حلوه بصراحه، وهي معامله بطرمان النوتيلا اللي مستر كولر بيعملها لعلي معلول. عارف اللي هو يا عم الحاج، يا عم الحاج اقسم بالله لو حصل له حاجه انت اللي هتشيل الليله لوحدك، والله هتشيل الليله. علي معلول انت دلوقتي يعني لما ملوش بديل في ماتش انبي هيبقى ليه بديل لا قدر الله في النهائي؟ اديك النهارده لسه بيقول لك علي لطفي ربنا يستر، قلقانين عليه ما يلعبش الماتش الجاي بتاع طلائع الجيش. طب انت دلوقتي لا قدر الله على علي معلول حصل له حاجه، فانت هتشيل الليله؟ الواد لو جرى له حاجه هتشيل الليله. لما هو في ماتش انبي ملوش بديل، في ماتش النهائي هيبقى ليه بديل لا قدر الله حصل حاجه. فانت انا مش عارف انت حاسبها ازاي. او يمكن بقى الكلام اللي متداول في الكواليس ان علي معلول ده الموسم الاخير ليه وراح السعوديه، الله اعلم. في كلام كتير بيتقال انه تقدم له عرض خيالي وانه احتمال كبير يمشي. فانت ايه بتاخد اخر حاجه عند الولد قبل ما يمشي ولا ايه؟ مش فاهمينها بصراحه. فانت برضه انا معاك ان انت عايز تضمن النتيجه وعايز النتائج في الدوري ما تاثرش، لكن برضه عندي اولويات. انت عامل اللي سايق شيل، انت اللي هتشيل الليله في الاخر. خلصنا من النقطه دي، نخش بقى في حاجه مهمه قوي. لو تلاحظوا ان الاداء والمستوى بتاع اخر كام ماتش هو اللي كان حاصل اول ما مستر كولر جه لحد فتره كاس العالم للانديه. انت قبل كاس العالم للانديه كنت بتكسب نتائج وتكسب فرق تقيله واداء حلو والشكل حلو لحد ما رحت كاس العالم للانديه. دخلت بقى في المعجنه بتاعته والاربع ماتشات لعيبه طلعت اللي عندهم، رجعت مجهد، دخلت في زحمه دوري المجموعات والكلام ده، وبعدين بدا الكيرف ينزل وبدا يحصل نتائج اللي مش كويسه. فلو تلاحظوا بدا ان يرجع تاني الشكل الحلو اللي بدانا بيه مع الراجل ده. الراجل ده على فكره بيخطط لمواسم قدام. في حاجه بس كده بدايه نحب نقولها، موضوع حمدي فتحي. حمدي فتحي كان سامعين ان احنا متقدم له عرض كبير من احد الانديه القطريه. مستر كولر لما سالوه قال لهم حمدي فتحي مين؟ ما عنديش حد اسمه حمدي. يعني معناها اللعيب مش ماشي، اقفل القصه دي خالص، لان الراجل بيبني فريقه وبيخطط لقدام. امبارح ناس كتير بتقول المفروض كان رايح لعيبه برده مهمه زي محمد هاني، زي عجبني رايح محمد عبد المنعم، زي محمد هاني، زي ديانج، زي مروان عطيه. لا الراجل حاسبها فكره ايه؟ ان انا بدل ما اريح لاعب، لا طب ما انا ادوس واخلص من الدوري وافريقيا معاه وادي اللعيبه دي شهرين ثلاثه اجازه. ما دلوقتي بدل ما اريح لعيبه اساسيين هريحه ايه؟ يومين ثلاثه؟ واخد بالك؟ لا طب ما انا ممكن اريحه شهرين ثلاثه. ازاي؟ ان ادوس في الدوري اخلصه لحد ما يفضل لي مثلا كام نقطه بوسط كده احقق بيهم الدوري، يبقى البودلة يكملوا. وانا مش شايف بصراحه النادي الاهلي حاليا في بديل. كل اللعيبه كويسه، حتى اللي بيطلع بينزل زي ما اتكلمنا، بتشيل ده بتحط ده، كله شغال اللهم صل على النبي يعني. فهو الراجل عايز يدوس يخلص من الدوري يخلص من افريقيا، بعدين يدي اللعيبه الاساسيه دي ايه؟ براح بقى براحتك يا معلم ريح. هو كمان ممكن يطلع اجازه ويسيب كابتن سامي قمصان. فالراجل ده بيخطط من دلوقتي للموسم الجاي، دي من المميزات الحلوه. فهو ماشي صح لحد دلوقتي، مستر كولر ماشي صح والمكنه مطلعه قماش. واللي عاجبني من ساعه ماتش الصن داونز بتاع الخمسه، لا الراجل اتعلم من اخطائه. اي مدرب تاني كانت ممكن الدنيا تهرب منه. اي مدرب يعني كان مع لاسارتي الدنيا هربت والموضوع فك خالص. فان الراجل ده يلم الدنيا تاني وياخد بطولتين بعدها ويتؤهل لنهائي نفس البطوله ويفضل ماشي والاداء بيعلى واللعيبه بتعلى، لا ده معناه مدرب كبير. اي مدرب تاني كان بعد الهزيمه دي الدنيا فكت منه كان زمانه مشي. فده يحسب برضه للراجل. ندخل بقى على الاثنين اللي مجننيننا،
ديانج واحمد عبد القادر. ديانج مستواه في تراجع رهيب، ده ولا اداء يا ابني، لعيب معتزل. انت يا ابني بقى في الاحتراف، لا اتكل على الله كده. ديانج مستواه غريب، كل كره خد رجعها لورا، خد رجعها لورا، ويا ريت مظبوطه، في كام كره اتقطعوا يعني، الكام كره خطر لانبي كانوا بسبب ديانج. فمستواك في تراجع رهيب، انا مش عارف ايه بدماغك فيها، ايه بتفكر في ايه، انا مش فاهم. احتراف يا عم، ما انت هقول لك هتمشي وتسافر، ما عرفناش بقى، استنى يا عم القلم واقع. واخد بالك، احتراف يا عم، ما هتحترف. نخلص منك، نخش على المعلم احمد عبد القادر. ايه يا عم شغل الحنجله والحنكشه ده يا عم؟ ايه يا عم شغل صاحب الكوره ده؟ كل ياخد الكوره يقعد. انت اتحفظت، انت كرم ربنا عليك ان انت جبت الجون امبارح، هدى الدنيا عليك. انت كره الجون دي لو عملتها يمينك برستها وهو الجون لوحده. فانت كرم ربنا ان حارس انبي على الله حكايته، الكوره جت في ايده، ما حدش ايده في الكوره كويس، راحت داخله في سقف الجون. انما الكوره اصلا برده ده مش مكان شوط، انت مش شويت من الحته دي. فانت ايه يا عم؟ تاني حاجه انت اتحفظت، اللعيبه كلها عارفه انت تعمل كده وتكسر على، تاخده على الثابته، اما تاخده على جوه، خلاص اتحفظت. عامل زي رمضان صبحي بقى لعبك محفوظ، ولا يا محفوظ مش كده. فنركز شويه، بنلعب جماعي. انت على فكره لو مشيت الجماعي مش هتحس باي فرق، لان خلاص ما يعني انا شايف اقسم بالله سافيو لو خد فرصه لا يدغدغ الدنيا. عليا النعمه، سافيو لو خد فرصه عدله لا يقعدك دكه. الموضوع كمان اتضح ان فكره ركن سافيو خالص مش موضوع ان كولر مش مقتنع بيه، لا بيقول لك ليه ساعه لما كان ليه 20,000 دولار اتقمص وبتاع وعمل نفسه مصاب عشان الفلوس اللي متاخره، وجه في التمرين قال له انا مصاب ومش عارف ايه وعندي شد خفيف وبتاع، وراح خارج. بعد ما خد الفلوس بتاعته رجع بعدها بيقول له انا سليم وعايز العب. فمستر كولر قال له لا مش بمزاجك بقى، انا المفروض معتمد عليك مباريات مهمه وتيجي تقول لي رجلي ومش رجلي عشان ما اجي عشان الفلوس، لا اركن بقى خالص. فالسبب مش اداء فني، ركنه سافيو على الدكه وبره السكور خالص مش قصه فنيه، مش استبعاد فني، هو عشان الموقف ده. فسافيو هو اللي قعدته دي تأديب، سافيو قعدته دي تأديب. هو قصه الفلوس هي اللي مخليها قاعد دكه وبقى بره السكور خالص، لان هو معناه مش بمزاجك، انت لعيب محترف. ففكره ان سافيو يمشي ممكن في اخر الموسم تسمع الموضوع ده مفيش وهيكمل، فقعدته دي تأديب. نخش برضه على الحاجات الحلوه في الماتش. جون شريف، يمكن هي الكورتين اللي جوله بس جون كده، لا لعيب، جون ما يجيبوش غير لعيب. فايوه كده يا شيري، نستمر على المستوى ده، نستمر على الاداء الحلو ده. نخش بعد كده على علي لطفي، بيثبت وجوده والكوره بيجري بيتعامل فيها معاها بشكل كويس، وتحس بامان وهو واقف ومفيش اي مشكله. حتى كمان بعدها لما تصاب ربنا يستر بس ويكون حاجه بسيطه، لان محتاجينه الفتره الجايه. مصطفى شوبير برده نزل، مفيش اي قلق، انت قاعد مطمن والدنيا حلوه. اخر حاجه نخش عليها وهي حكم المباراه. حكم المباراه تحس ان هو ايه، حكم لايت، حكم خفيف كده. اول 3 دقائق في بصراحه كارت احمر للعيب انبي لما دخل على رجل مروان عطيه، لما داس على رجله دي بصراحه كارت احمر مباشر، او على الاقل انذار. المفروض الفار يتدخل فيها، ما اعرفش ما اتدخلش ليه. وفي برده بصراحه اتقال واحد يقول لي وعلى عليه في كره لتاو بالكوع كده، دي على الاقل برده تواجب انذار يعني. كان دي لو خد فيها انذار تاو عادي منطقي وطبيعي. ده بالنسبه للحكم. باستثناء كده لا الحمد لله تمام. زي ما قلنا عبد القادر، لا انت كده عبد القادر لا تشوف لك عرض احتراف احسن. ديانج انت ما عندكش جديد خلاص، ما فيش حاجه تقدمها للنادي الاهلي بالمستوى اللي انت بتقدمه. شريف عاش ونكمل ونستمر على كده. مستر كولر تمام، عجبنا فكره ان انت بتشيل ده بتحط ده، الاداء ما بيختلفش، الدنيا ماشيه تمام. ففي المجمل كله تمام، كله هايل الحمد لله، الله اكبر كل. بس خلاص النهايه بيقرب، نبتدي بقى ايه، نبقى حريصين على نفسنا شويه يا رجاله، نخلي بالنا من الالتحامات، من الزعاليق، من الكلام ده، عشان ايه ما نخسرش حد. فان شاء الله فاضل لنا ماتشين في الدوري، هو احتمال ماتش سيراميكا ده يتاجل، هنلعب ماتش طلائع الجيش وفي الغالب ماتش سيراميكا هيتاجل، فنلعب الماتش الجاي برده ونحافظ على نفسنا عشان نوصل ان شاء الله النهائي بسلامه الله. برضه في اخبار متداوله ان الشناوي مش هيلحق ماتش الذهاب النهائي والكلام ده، كل الكلام ده فاكس. الشناوي سليم وتمام وزي الفل، هو مريح لانه موقوف 3 ماتشات. تاني حاجه عشان ياخد نفس، وفي كلام سامعينه ربنا يوفقه يعني هيتجوز قريب والكلام ده، هيكتب الكتاب قريب. فالشناوي واخد ايه، راحه نفسيه كده وجسديه وكل حاجه، فهو ان شاء الله سليم وهيلعب مباراه الذهاب. سيبك من اللي بيقول لك ايه اي حاجه ثانيه. فان شاء الله الامور تعدي على خير، ونتقابل ان شاء الله بعد مباراه طلائع الجيش. بس كده، السلام عليكم.